السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الأول الثانوي، يا رب تكونوا بخير. دفعة 2026 دفعة الخير، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، بداية سعيدة وبداية جديدة ليكم. أهلا بيكم من الانتقال من مرحلة إعدادي لمرحلة ثانوي. دخلنا في مرحلة جديدة، بداية إن شاء الله كلها خير، بداية كلها رزق إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله هتكون البداية ليكم لدفعة أولى ثانوي دفعة 2026، دفعه تقريبا البكالوريا. ان شاء الله باذن الله هتعملوا حاجه جميله جدا جدا باذن الله في مصر، وانتوا اول دفعه هيتطبق عليها البكالوريا، وان شاء الله تكونوا في مصلحتكم، وباذنك يا رب باذنك يا رب نحقق نتائج جامده جدا جدا جدا. كل طلبتنا وكل حبايبنا من اسكندريه لاسوان، ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض منهج الرياضه للصف الاول الثانوي. الرياضه بتاعت اولى ثانوي بتنقسم لثلاث اقسام: فرع الجبر، فرع الجبر ده بيكون عباره عن 7 دروس، فرع حساب المثلثات هيكون عباره عن 6 دروس، فرع الهندسه تقريبا في حدود 8 دروس. هنبدا النهارده مع اول درس. اول درس حل معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد. هيظهر قدامكم على الشاشه رقم الاسيستنت، هتتواصلوا معاها للناس اللي هي عايزه البي دي اف بتاع الحصه. البي دي اف ده هو في عباره عن جزئين، الجزء الاول جزء شرح والجزء الثاني واجب. طب ماشي يا صديقي، جزء الشرح انت سمعته على قناه اليوتيوب، جزء الواجب هتلاقيه على منصتنا، منصه زميل التعليميه، والرقم بتاع المنصه هيظهر قدامك على الشاشه يا صديقي عشان تتواصل مع رقم المنصه. ليه يا مستر اتواصل مع رقم المنصه؟ انت عايز الشرح بس موجود على اليوتيوب، عايز الحل وعايز المذكره البي دي اف بتاعت الحصه هتتواصل مع رقم المنصه. الاشتراك بتاعك في الشهر يا صاحبي هتاخد 8 حلقات على المنصه بسعر قليل جدا 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 جدا. بص يا صديقي، هتاخد فيديوهين شرح كل اسبوع. المنصه بتاعتنا منصه جميله جدا جدا، التعامل والابلكيشن بتاعها سهل جدا جدا جدا. يبقى انت هتاخد حلقتين حل على اليوتيوب على قناتنا، وحلقتين حل الواجب على المنصه، وهتلاقي دعم فني وهتلاقي اهتمام وهتلاقي تواصل مننا عشان خاطر كل الناس اللي هتنضم لينا للمنصه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. شرحك على اليوتيوب، اما الحل والمتابعه هتكون على المنصه. هتلاقي فريق دعم فني هيتواصل معاك، الدعم الفني عندنا 24 ساعه. طيب يلا بينا نبدا في المنهج بتاعنا ان شاء الله باذن الله. المنهج بتاعنا هنشرحه بطريقه سهله وبسيطه. كل الناس اللي هتسمع الحلقه دي عايزك تشيرها لكل اصحابك، تنزلها حاله واتس عشان عايزين نوصل اكبر عدد ممكن من طلبتنا على مستوى الجمهوريه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه هبدا بيها حل معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد. الدرس ده مستر اخدناه في ثالثه اعدادي، اخدناه في ثالثه اعدادي، بس هناخدوه في اولى ثانوي التوسع اكبر. اول ما اتكلم على شكل المعادله دي يا صاحبي، س تربيع س تربيع زائد 5 س ناقص 6 هتساوي كام صفر؟ بص يا صاحبي، اولا انا عايز اقول لك ايه؟ اول ما اشوف كلمه يساوي يبقى انا بتكلم على معادله. المعادله دي من الدرجه الثانيه عشان اس 2، يبقى دي معادله من الدرجه الثانيه. اول ما اقول لك حل المعادله دي، حل يعني عايزك تجيب قيمه س. المعادله دي فيها كام مجهول؟ المعادله دي فيها مجهول واحد. ازاي يا مستر؟ هنا س وهنا س اس 2. بص يا صاحبي، دي س صغيره ودي س اس 2 يعني كبيره شويه بس نفس السين، يبقى انا بتكلم على معادله من الدرجه الثانيه. اول ما اقول لك حلها يعني عايزك تجيب قيمه مين يا صاحبي؟ عايزك تجيب قيمه المجهول بتاعها اللي هو س. يبقى اول ما اقول لك هنا دي معادله، اول ما اشوف علامه يساوي يبقى دي معادله من الدرجه الثانيه. اول ما اقول لك حلها يعني عايزك تجيب قيمه س. عايزك تجيب قيمه مين يا صاحبي؟ عايزك تجيب قيمه س. اول ما اطلب منك المعادله اللي قدامك يا صاحبي تحلها يبقى عايزك تجيب قيمه س. الحل بتاع المعادله يا صاحبي اللي عندي نوعين حل، تمام كده؟ في عندي حل جبري وفي عندي حل بياني، تمام جدا. الحل الجبري يا صاحبي في عندي حل جبري بقى. الحل الجبري في عندي حل جبري باستخدام التحليل، وفي عندي حل جبري باستخدام القانون العام، باستخدام القانون العام. يبقى اول ما اجيب لك معادله زي المعادله دي بقول لك حلها. اول ما اجي احلها، ما دام انا بتكلم عن الحل الجبري، اول ما اقول لك حلها يبقى اول حاجه عشان احلها عايز اجيب قيمه المجهول اللي فيه. عشان احلها يبقى اول حاجه هعمل ايه؟ هحللها عشان اجيب قيمه س. اتحللت تمام، ما اتحللتش يبقى استخدم القانون العام. بص يا صاحبي، المعادله دي اس 2 تمام جدا، يبقى هيكون لها كام حل؟ حلين.
كم قيمه؟ قيمتين. كم جذر؟ جذرين. هدخل على اول حته، اول جزئيه يا صاحبي. انا جبت لك المعادله دي، تمام جدا. المعادله دي عشان احلها يا صديقي هعمل ايه؟ عايز احل المعادله دي. ممكن احل المعادله دي بطريقتين، يعني ده ليه جذر تربيعي يبقى مربع، ده ليه جذر تربيعي يبقى مربع. يبقى ده اسمه يا صاحبي ايه؟ فرق بين مربعين. يبقى اعمل كام قوس؟ قوسين اهو. السين تربيع دي عباره عن س في س، واحد في واحد، مره سالب ومره موجب، يبقى فرق بين مربعين. انا جيت هنا صاحبي قسمت الصفحه ايه؟ قسمت الصفحه بتاعتي نصين. ان دي اساويها بالصفر تديني واحد، ان دي اساويها بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ سالب واحد. تمام جدا. كده دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى ليها كام حل؟ حلين. ليها كام قيمه؟ قيمتين. ليها كام جذر؟ جذرين. يبقى اذا مجموعه الحل يا صاحبي، مجموعه الحل هتساوي كام؟ اما واحد او سالب واحد. يبقى انا عندي كام حل؟ حلين. عندي كام جذر؟ جذرين. على فكره ممكن احل المعادله دي بطريقه ثانيه. في حل ثاني. ايه الحل الثاني يا صاحبي؟ بص ركز معايا كده. الحل الثاني حل اخر. انزل السين تربيع اهو، تمام، والسالب واحد ده يطلع من بره يبقى موجب واحد، يبقى موجب ايه؟ واحد. تمام جدا. انا عايز امشي التربيع. حلو. عشان امشي التربيع يا صاحبي يبقى اخد جذر تربيع يمين واخد جذر تربيع شمال. الجذر التربيعي هنا، ما انا بقول لك حل المعادله، يبقى عايزك تجيب قيمه س، يبقى هيديني موجب او سالب واحد. اذا مجموعه الحل هتساوي كام يا صاحبي؟ موجب واحد او سالب واحد. ماشي يا صديقي. ركز معايا يا صاحبي. دي معادله، دي س تربيع، يبقى ليها كام حل؟ حلين. ليها كام جذر؟ جذرين. او ليها كام قيمه؟ قيمتين. بالمناسبه لو انا عوضت بالجذر الاول النتيجه هتديني كام؟ صفر. لو انا عوضت بالجذر الثاني برضه النتيجه هتديني كام؟ صفر. يبقى لو عوضت بالجذر الاول مكان س او عوضت بالجذر الثاني مكان س الناتج هيديني صفر. لكن لو انا حطيت مكان س اي رقم ثاني بعيد عن الجذرين يبقى هيديني قيمه ثانيه غير الصفر. تمام كده؟ ماشي يا صاحبي. انا هنا بقول لك حل المعادله دي، تمام كده. انا بحل فين؟ بحل في ح، يعني في الاعداد الحقيقيه. عشان احل يا صاحبي يبقى انا هعمل ايه بقى؟ انا هنا نزلت السين تربيع، الموجب واحد يطلع الناحيه الثانيه يبقى كام؟ سالب واحد. انا عايز امشي التربيع يبقى اخد جذر تربيع يمين جذر تربيع شمال. هل في جذر تربيع للسالب؟ لا مستر، والله ما في جذر تربيع للسالب في ح. بس على فكره الحصه اللي جايه هيبقى في جذر تربيع للسالب، وهقول لك عليها امتى؟ اول ما يجي ان شاء الله ميعاد الحصه اللي جايه. بص يا صاحبي، هنا في جذر تربيع للسالب في ح، مفيش جذر تربيع للسالب في ح. يبقى معنى كده ما عنديش قيم للسين ليها جذر تربيع للسالب. يبقى مجموعه الحل يا صاحبي بتساوي كام؟ مجموعه الحل بتساوي فاي. ادخل على السؤال اللي بعده. انا هنا بقول لك جبت لك معادله، دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى ليها كام حل؟ حلين. ليها كام جذر؟ جذرين. بص يا صاحبي، انا هنا عشان احل المعادله دي اعمل ايه؟ س اس 2 اخد السين عامل مشترك. ماشي يا صاحبي. س اس 2 اخدت منها س يتبقى معايا كام؟ س. ركز معايا كده. طيب هنا ولعت س يتبقى معايا كام؟ 3. ماشي. اساوي دي بالصفر؟ اساوي دي بالصفر اهي. اساوي دي بالصفر؟ اساوي دي بالصفر. تديني كام يا صاحبي؟ تديني سالب 3. اذا عندي كام؟ انا كده حليت المعادله دي جبت قيمتين من س، يبقى مجموعه الحل بتساوي كام؟ بتساوي صفر او سالب 3. صفر او سالب ايه؟ 3. هنا بص يا صاحبي، هعمل ايه بس يا صديقي؟ ركز معايا يا اخي. س اس 2 وس دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى اخد س عامل مشترك. ماشي يا صاحبي. انا هنا س اس 2 اخد منها س يتبقى معايا س، وهنا اخد س يتبقى معايا كام؟ 5. ركز معايا يا صاحبي كده. اساوي دي بالصفر. حلو جدا. اساوي دي بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ تديني سالب 5. ركز معايا كده. اذا مجموعه الحل بتساوي كام؟ ركز معايا صح. طيب ماشي. انا اساوي دي بالصفر، دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى ليها كام حل؟ حلين. ليها كام قيمه؟ قيمتين. ماشي يا صديقي. يبقى تديني صفر وكام يا صاحبي؟ وسالب 5. ادخل على ايه اللي بعده. المعادله دي معادله من الدرجه الثانيه. ماشي يا صديقي. يبقى انا هعمل ايه؟ المعادله اللي قدامك دي س تربيع، دخل السبعه س من جوه بعكس الاشاره. ماشي، دي دخلت السبعه س بعكس الاشاره. تمام كده. اخد السين عامل مشترك. ماشي يا صاحبي. اخد السين عامل ايه؟ مشترك. س اس 2 اخدت منها س تديني س، وهنا السين طلعت هتبقى معايا كام؟ 7. اساوي دي بالصفر يبقى هتديني كام يا صاحبي؟ صفر. اساوي دي بالصفر يبقى هتديني كام يا صديقي؟ هتديني 7. برافو عليك. اذا مجموعه الحل هتديني كام؟ ركز يا صديقي. انا عندي هنا س اس 2 يبقى دي معادله من الدرجه الثانيه، ليها كام حل؟ حلين. ليها كام جذر؟ جذرين. ادي الصفر وادي كام؟ ال7. ماشي. بص يا صاحبي، ده مقدار ثلاثي بسيط. مقدار ثلاثي بسيط ده يتحلل؟ يتحلل طبعا. على فكره على القناه انا منزل لك كورس تاسيس للرياضه فيه 4 حلقات، منهم الحلقه الرابعه شارح لك التحليل
بالتفصيل بالكامل. ماشي يا صاحبي. المقدار الثلاثي ده يتحل طبعا يا مستر، يتحل. اول ما اجي احلله السين تربيع دي تتفك تبقى س في س. كام في كام؟ تديني 6 يا صاحبي، بس مجموعهم 5. الاثنين في 3 ب6 ومجموعهم كام؟ 5. اشاره الحد الاخير موجب، اخد اشاره الاوسط واديها للاثنين. ماشي يا صديقي. اساوي دي بالصفر يا صاحبي تديني كام؟ 2. واساوي دي بالصفر يا صاحبي تديني كام؟ 3. انت كده عندك قيمتين لسين، يعني عندك حلين، يعني عندك جذرين. تمام يا صاحبي؟ اذا مجموعه الحل هتديني كام يا صديقي؟ هنا 2 وهنا كام يا صاحبي؟ وهنا 3. تمام جدا. ادخل على اللي بعده. انا هنا جايب لك مقدار ثلاثي. ماشي يا صاحبي. مقدار ثلاثي بسيط. مقدار ثلاثي بسيط. اعمل ايه؟ المقدار الثلاثي ده يتحلل طبعا يا مستر، يتحلل. المقدار الثلاثي يتحلل طبعا يا عمنا، يتحلل. ماشي يا سيدي. يتحلل ازاي يا صاحبي؟ س اس 2 دي تتفك تبقى س في س. كام في كام؟ تديني 25، بس مجموعهم 10. قال لي 5 في 5 ب 25 ومجموعهم كام؟ 10. اشاره الحد الاخير موجب، اخد اشاره الاوسط واديها للاثنين. اساوي دي بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ تديني 5. اساوي دي بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ تديني 5. اذا مجموعه الحل بتساوي كام؟ دول 5 يدوني 5 واحد. تمام جدا كده. يبقى دول 5 اخد منهم واحد. يبقى اول ما اقول لك هنا دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى ليها كام حل؟ حلين، بس انت كتبت حل واحد. ليهم حلين بس حلين متساويين، فانا هكتب الحل بس هيتكرر كم مره؟ مرتين. تمام كده. يبقى اول ما اعبر عنه في مجموعه الحل اعبر عنه مره واحده، لان ممنوع التكرار في المجموعه، والكلام ده عارفينه من ايام اعداد. بص يا صاحبي، ده مقدار ثلاثي بسيط يتحلل طبعا يا مستر، يتحلل. اول ما اجي احلل المقدار الثلاثي البسيط اعمل ايه بقى؟ السين تربيع دي تتفك تبقى س في س. ماشي يا صاحبي. كام في كام؟ تديني 6، بس الفرق بينهم 5. قال لي 1 في 6 ب6 والفرق بينهم كام؟ 5. اشاره الحد الاخير سالب، اخد اشاره الاوسط اديها للكبير والثاني ياخد اشاره مخالفه. تمام جدا. اساوي دي بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ تديني 1. اساوي دي بالصفر تديني كام يا صاحبي؟ تديني -6. تمام يا صاحبي. اذا مجموعه الحل هتديني كام يا صديقي؟ 1 و-6. ماشي يا صاحبي. ادخل على السؤال اللي بعده. انا هنا بقول لك ايه؟ دي معادله من الدرجه الثانيه، عايز احل المعادله دي. يبقى انا عايز امشي التربيع. عايز امشي مين يا صاحبي؟ عايز امشي التربيع. اخد جذر تربيع يمين وجذر تربيع شمال. الجذر التربيعي لغى التربيع يبقى تديني س ناقص 4 بتساوي كام؟ صفر. هنا س هتساوي كام؟ 4. يبقى اذا مجموعه الحل هتساوي كام؟ هتساوي 4 بس. ازاي يا مستر؟ ده معادله من الدرجه الثانيه ليها كام حل؟ حلين. انت كتبت لي حل واحد، ما هم حلين بس حلين مقررين متساويين، فانا هكتبهم مره واحده. انا كده اتكلمت على مين؟ في الحل الجبري يا صاحبي. انا اتكلمت على الحل الجبري. عندي ايه؟ يا اما تحليل يا اما قانون يا اما ايه؟ القانون العام. يا اما القانون العام، يا اما تحليل يا اما القانون العام. المساله اللي هتتحلل احللها، واللي ما هتتحللش استخدمها يا صاحبي؟ استخدمها القانون العام. ماشي. انا كده المساله خلصت مسائل التحليل، ادخل على الجبري. طب انا عشان احل يبقى عايز اجيب قيمه س. المساله اللي هتتحلل احللها، طب ما تتحللش يبقى استخدم القانون العام. رايح استخدم القانون العام. ماشي يا صاحبي. اول ما استخدم القانون العام هعمل ايه؟ قال لي اولا لازم المعادله اللي انا بتكلم عليها تكون على الصوره ايه يا صاحبي؟ على الصوره العامه. لازم المعادله تكون على الصوره ايه يا صاحبي؟ العامه. المعادله ازاي تبقى على الصوره العامه يا صاحبي؟ ادي الصوره العامه للمعادله، ا س تربيع وادي الباء س وادي الجيم. المعادله اللي قدامي عشان احل بالقانون العام لازم المعادله تبقى على الصوره العامه. يعني كلمه الصوره العامه دي يا صاحبي معناها ابسط صوره. الله، يعني ايه الصوره العامه؟ يعني ايه المعادله دي تبقى على الصوره العامه؟ يعني ايه المعادله دي تبقى على الصوره العامه؟ يعني بمجرد النظر، يعني الصوره عامه او ابسط صوره للمعادله التربيعيه، يعني بمجرد النظر اعرف اطلع الف اللي هو معامل س تربيع، اعرف اطلع باء اللي هو معامل س، اعرف اطلع ج اللي هو الحد المطلق. يبقى اول ما اجي اقول لك حل باستخدام القانون العام لازم المعادله دي تبقى على الصوره ايه؟ العامه. يعني بمجرد النظر اعرف اطلع الف او اطلع باء او اطلع ج. طب لو ما عرفتش اطلع الف معامل س تربيع او ما عرفتش اطلع باء او ما عرفتش اطلع ج، يبقى المعادله دي مش على الصوره العامه، لازم تخليها على الصوره العامه. تمام كده. لو المعادله دي على الصوره العامه رحت احللها ما اتحللتش، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ عشان احلها واجيب قيمه س الاولى والثانيه، عشان دي معادله من الدرجه الثانيه، يبقى عشان احلها واجيب قيمه س الاولى والثانيه اعمل ايه؟
انا المعادله دي ما هتتحللش، يبقى احل باستخدام القانون العام. ادي القانون العام. ايه هو القانون العام؟ القانون العام بستخدمه للمسائل اللي ما تتحللش. سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي باء تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ على 2 أ. ماشي صح، ده القانون العام. لازم المعادله تبقى على الصوره العامه وما تتحللش، استخدمها ايه؟ استخدمها القانون العام. في معلومه صغيره. ايه المعلومه الصغيره؟ بقول لك لاحظ. لاحظ ايه بقى؟ اولا انا عندي علامه عشريه، هذه اسمها ايه ده يا صاحبي؟ علامه عشريه. دي اسمها علامه عشريه. اللي على اليمين وده اللي على الشمال. اللي على اليمين ده اسمه ايه يا صاحبي؟ اسمه اجزاء. واللي على الشمال ده اسمه عدد صحيح. اللي على الشمال ده اسمه عدد صحيح. دي علامه عشريه، واللي على اليمين ده اجزاء، واللي على الشمال ده عدد صحيح. ماشي. اول جزء يا صاحبي اسمه جزء من 10. اول جزء ده اسمه جزء من 10. ثاني جزء ده يا صاحبي اسمه جزء من 100. ثالث جزء ده اسمه جزء من 1000. ماشي. العدد الصحيح اول حاجه ده اسمه ايه؟ اسمه احاد. ركز معايا، ده اسمه ايه؟ عشرات. ده اسمه ايه؟ اسمه مئات. تمام جدا. الاجزاء دي كلها وده كله بسميه يا صاحبي، ده بسميه عدد عشري. بسميه عدد عشري. حلو خالص. عايزك تقرب لاقرب عدد صحيح، يعني عايز عدد صحيح. ماشي. او عايزك تقرب لاقرب جزء من 10 يعني توصل هنا. او عايزك تقرب لاقرب جزء من 100 توصل هنا. او عايزك تقرب لاقرب جزء من 1000، لاقرب جزء ايه من 1000 يعني توصل هنا. لو انا بقول لك هنا عايزك اديك مساله، والمساله دي اول ما اديها لك عايزك تقرب لاقرب عدد صحيح، يعني المساله هتدخل جوه الاله تطلع مقربه لاقرب عدد صحيح. طب لوحديها؟ لا طبعا، لازم تدي امر للاله عشان العمليه الحسابيه اول ما تدخل تطلع مقربه لاقرب عدد صحيح. اول ما انا بقول لك عايز اقرب لاقرب عدد صحيح، عشان اقرب لاقرب عدد صحيح ايه الامر اللي هتديه للاله؟ طب يا مستر لو انا عايز اقرب لاقرب جزء من 10 يعني عايز عدد بعد العلامه، ايه الامر اللي هتديه للاله؟ ماشي. طب لو انا عايز اقرب لاقرب جزء من 100 ايه الامر اللي هتديه للاله صح؟ طب تمام. لو انا عايز اقرب لاقرب جزء من 1000 ايه الامر اللي هتديه للاله صاحبي؟ لو انا عايز اقرب لاقرب عدد صحيح يبقى العمليه الحسابيه هتدخل في الاله هتطلع مقربه لاقرب عدد صحيح. ايه الامر اللي هتديه للاله؟ هدوس على شيفت مود 6 0 شيفت مود 6 0. طب لو انا عايز اقرب لاقرب جزء من 10 ادوس على زرار شيفت مود 6 1. طب لو عايز اقرب لاقرب جزء من 100 يعني رقمين بعد العلامه ايه الامر اللي هديه للاله؟ شيفت مود 6 2. طب لو عايز اقرب لاقرب جزء من 1000 يعني عايز 3 ارقام بعد العلامه يبقى ادوس على زرار ايه يا صاحبي؟ شيفت مود 6 3. حلو خالص. لو انت ركزت طبعا لو انا عايز اقرب لاقرب عدد صحيح يبقى ادي امر شيفت مود 6 0. لو عايز اقرب لاقرب جزء من 10 او رقم 10 واحد يعني عدد بعد العلامه عايز عدد يعني عايز العدد الصحيح وعدد بعد العلامه يبقى شيفت مود 6 1. لاقرب جزء من 100 يبقى انا عايز العدد الصحيح وعايز رقمين بعد العلامه. لاقرب جزء من 1000 يبقى انا عايز العدد الصحيح وثلاث ارقام بعد العلامه. اي امر تقريب هتديه للاله على حسب المساله اللي هو قال لك عليها هيظهر على الاله امر اسمه فيكس، يعني الاله اخذت امر تقريب. ماشي صح. بعد ما الاله تاخد امر التقريب ويظهر عليها فيكس ما ينفعش الاله بتاعتك تديها لاختك اللي في رابعه ابتدائي ولا اخوك اللي في ثالثه ابتدائي. طب تمام كده، يبقى انا عايز اعمل اعاده ضبط مصنع للاله الحاسبه بتاعتي عشان اديها لاختي او اديها لاخويا. عشان اعمل اعاده ضبط مصنع احنا بنسموها فورمات. عشان اعمل فورمات للاله الحاسبه اعمل ايه يا صاحبي؟ ادوس على زرار شيفت برضه ادوس على زرار شيفت. ماشي. 9 3 يساوي وادوس على زرار الاسي. ادخل هنا على اول سؤال. حل المعادلات الاتيه. السؤال بتاعي بيقول لي حل المعادلات الاتيه. ماشي.
باستخدام القانون العام. ماشي. كمل السؤال. مقربا الناتج لرقم عشري واحد. لرقم عشري واحد. ماشي. نمشي خطوة خطوة. أنا بقول لك إيه هنا؟ حل المعادلات الآتية باستخدام القانون العام. عشان أحل باستخدام القانون العام يبقى أنا عايز ألف وباء وجيم. حلو. يبقى لازم المعادلة اللي رايح أحلها اللي هي المعادلة التربيعية تكون على الصورة العامة. يعني تكون مكتوبة في أبسط صورة. يعني بمجرد النظر أطلع ألف وباء وجيم. واضح إن المعادلة أهي مكتوبة في أبسط صورة. طلع لي ألف. طلع ألف. ألف لو معامل س تربيع اداني كام؟ 2. الباء اللي هو معامل س اللي هو كام؟ 3. الجيم اللي هو الحد المطلق اللي هو كام؟ -4. كده انت معاك الف ومعاك باء ومعاك ايه؟ جيم. يبقى المعادله بمجرد النظر طلعت الف وطلعت باء وطلعت جيم زي الفل. حل المعادله دي. يعني عايزك تجيب قيمه 2 س. عشان احل المعادله دي واجيب قيمه س اعمل ايه يا صاحبي؟ انا هحل باستخدام القانون العام. سالب باء موجب او سالب الجذر التربيعي. باء تربيع ناقص 4 الف جيم على 2 الف على 2 ايه؟ الف. تمام يا صاحبي. انا هنا عايز احل المعادله دي واجيب قيمه س. سالب باء يعني اغير اشاره الباء. اول ما اغير اشاره الباء هتبقى كام؟ -3. موجب او سالب الجذر التربيعي اربع الباء. اول ما اربع الباء دي هتبقى كام يا صاحبي؟ 9 ناقص 4 في الالف اللي هو 2 في الجيم اللي هو كام يا صاحبي؟ -4 في الجيم اللي هي -4 على 2 في الف اللي هي 2 في 2. بص يا صديقي س هتساوي حلو جدا -3 اهي موجب او سالب. تمام. هنا سلب في سالب بموجب. سلب في سالب بموجب. 4 في 2 ب 8. 8 في 4 ب 2 وكام يا صاحبي؟ 32 على 2 في 2 ب 4. هنا شيل دي 9 زائد 32 اهي. 9 زائد 32 شلنا 9 زائد 32 هتديني كام؟ 41. خلي بالك معايا. بص يا صديقي انا قسمت الصفحه نصين. عندي كام حل؟ حلين. اما س بتساوي ناقص 3 زائد جذر 41 على 4 او س هتساوي -3 ناقص جذر 41 على 4 زي الفل. انا هنا بقول لك ايه؟ حل باستخدام القانون العام. حليت باستخدام القانون العام. مقربا شوف الحته دي. مقربا الناتج لرقم عشري واحد. عايز العمليه الحسابيه دي اقربها لاقرب رقم عشري واحد. عايز الناتج اللي هيطلع من الاله مقرب لاقرب رقم عشري واحد. يبقى لازم ادي امر للاله شيفت مود 6 1. طلعت الاله الحاسبه بتاعتي اهي. اله جميله جدا. اديت امر للاله. ركز معايا كده. اسحب بس الاله بتاعتي عشان تبقى معاك اهي. شايفها زي الفل. انا بقول لك هنا ايه؟ شيفت مود 6 1. كده الاله اخذت امر تقريبا اللي هو فيكس. حلو جدا. رحت عامل شرطه كسر زي الفل. جميل. -3 اهي. -3 زائد. تمام يا صاحبي. جذر 41. جذر 1 وكام؟ 40 على كام يا صاحبي؟ نزلت تحت على كام؟ على 4 ورحت عامل تساوي. وبعد ما عملت تساوي رحت دايس على زرار الاس دي ادتني 9 من 10. ادتني 9 ايه؟ من 10. تمام. كملت طلعت الاله تاني اهي ورحت عامل هنا ايه؟ يلا هبدا من اول وجديد. الاله واخده امر تقريبا اهي يا صاحبي. تمام كده. ورحت مطلعها اهي. بقول لك ايه؟ -3 -3. تمام كده. ناقص. رحت عامل ناقص جذر 41 انزل تحت يا صاحبي. نزلت تحت على كام؟ على 4. دوست تساوي ورحت دايس على علامه الاس دي -2.4 -2.4. تمام كده. دي الناتج الاول. كده انا طلعت ايه؟ الناتج مقرب لاقرب رقم عشري واحد. يبقى انا اديت امر للاله شيفت مود 6 1. اديت امر وبعد ما اديت الامر اللي انا عايزه العمليه الحسابيه دخلت طلعت مقربه للشكل اللي انا عايزه. اذا يا صاحبي بقول لك هنا مجموعه الحل بتساوي كام يا صاحبي؟ مجموعه الحل بتساوي ادي 9 من 10 وسالب 2.4 من 10. سالب 2.4 ايه؟ من 10. تمام جدا. هدخل هنا على مين؟ على السؤال ده. انا فوت سؤال فوت سؤال هرجع له تاني. حل باستخدام القانون العام. ماشي. انا عشان احل باستخدام القانون العام لازم المعادله دي تبقى في ابسط صوره. لازم المعادله دي تبقى على الصوره العامه. واضح ان المعادله مستر على الصوره العامه. مستر المعادله على الصوره العامه صاحبي اهي. الدليل المعادله في ابسط صوره والله. الدليل ايه؟ الدليل ان انا هنا ايه؟ الف اطلع معامل س تربيع اللي هو 1.
باء اطلع معامل س اللي هو كام يا صاحبي 3. ج الحد المطلق اطلع كام يا صاحبي 5. تمام كده. يلا بقى حل. هنا عندي س، ركز معايا انا بقول لك حل باستخدام القانون العام. س اهي هتساوي ماشي، عملت شرطة كسر سالب باء موجب او سالب الجذر التربيعي باء تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف على 2 ألف. تمام يا صاحبي؟ يبقى أنا بقول لك هنا إيه؟ أدي س بتساوي أهي، أدي س بتساوي ركز معايا سالب باء، يبقى أنا عايز أغير إشارة الباء، يبقى كام؟ سالب 3 موجب أو سالب الجذر التربيع باء تربيع، يبقى أربع الباء يبقى كام يا صاحبي؟ 9 ناقص 4 حلو في الألف يا صاحبي اللي هو الواحد، في الجيم يا صاحبي اللي هو 5 على 2 في الألف اللي هو 1. حلو جدا. هنا بقول لك إيه؟ أدي سالب 3 موجب أو سالب الجذر التربيعي، هنا هحسبها هتديني سالب 11 على 2 في 1 ب2. هل في جذر تربيع للسالب؟ ركز معايا بحل ايه؟ في جذر تربيع للسالب؟ لا يا مستر مفيش جذر تربيع للسالب، يبقى دي لا تنتمي لها. مفيش جذر تربيع للسالب، يبقى م ح بتساوي كام يا صديقي؟ م ح بتساوي ف. م ح بتساوي ايه؟ ف. ارجع للسؤال بتاعي. انا بحل باستخدام القانون العام، ماشي؟ بحل باستخدام القانون العام. انا بحل باستخدام القانون العام. عشان احل باستخدام القانون العام يبقى لازم المعادله دي تبقى في ابسط صوره. يعني عارف اطلع الالف والباء والجيم بمجرد النظر. تقدر تطلع الالف اللي هو معامل س تربيع والباء اللي هو معامل س والجيم بمجرد النظر؟ لا. يبقى المعادله دي مش جاهزه، يبقى انت لازم تجهزها وتحطها على الصوره العامه. اجهزها ازاي؟ اللي انا بقسم عليه اضرب فيه عشان امشيه، عامله زي الاغنيه اللي انا بقسم عليه اضرب فيه عشان امشيه، اللي انا بقسم عليه اضرب فيه عشان امشيه، اللي انا بقسم عليه اضرب فيه عشان امشيه، اللي انا بقسم عليه انا بقسم على س يبقى اضرب المعادله كلها في س، انا بقسم على س يبقى اضرب المعادله كلها في س، اضرب هنا في س، هنا اول ما اضرب البسط يا صاحبي، وهنا ضربت في كام؟ في س، يبقى انا ضربت كله في س. ليه؟ عشان اخلي المعادله على الصوره العامه. ماشي يا صاحبي؟ س في س هتديني ايه؟ س تربيع. ماشي يا صاحبي؟ السين تحت ضاعت مع السين فوق ادتني كام يا صاحبي؟ 5. 3 في س ب3 س. ماشي يا صديقي؟ دي هتدخل من جوه اهي، دي هتدخل من جوه اهي، فادي س تربيع يا صاحبي اهي. ال3 س دخلت تبقى سالب 3 س ناقص 5 بتساوي كام يا صاحبي؟ 0. المعادله دي بيجيت في الصوره العامه. تمام؟ حطيت المعادله كده، هي المعادله ما كانتش جاهزه، انا جهزتها. مع اول ما احل باستخدام القانون العام لازم المعادله تبقى جاهزه ومحطوطه في ابسط صوره. تمام كده؟ الف بكام يا صديقي؟ الف بتساوي كام؟ 1. والباء بتساوي كام يا صاحبي؟ سالب 3. والجيم بتساوي كام يا صاحبي؟ سالب 5. طلعت الالف والباء والجيم يبقى انا عايز س تساوي كام يا صاحبي؟ انا دلوقتي عشان اقول س تساوي يبقى انا هحل باستخدام القانون العام، يبقى انا هقول لك سالب ب موجب او سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. ماشي يا صاحبي؟ يبقى س بتساوي كام؟ سالب ب يعني اغير اشاره الب موجب او سالب ادي الجذر التربيعي، اربع الب تبقى كام؟ 9 ناقص 4 يا صاحبي في الالف اللي هو 1 في الجيم اللي هو سالب 5 على 2 في الالف، 2 في الالف اللي هو 1. تمام جدا. ماشي يا صديقي؟ هنا رحت عامل س بتساوي كام يا صاحبي؟ اهو ركز معايا ادي 3 موجب او سالب. حلو خالص. ادي الجذر التربيعي سالب في سالب بموجب يبقى ادي 9 سالب في سالب بموجب 4 في 1 ب4 و4 في 5 بكام؟ ب20. حلو جدا. على كام؟ على 2 في 1 بكام؟ ب2. اذا س هتساوي كام يا صاحبي؟ هنا 3 موجب او سالب ادي الجذر التربيعي ل 29 على 2. قسمت الصفحه نصين، ان س هتساوي 3 زائد جذر 29 على 2 او س هتساوي 3 ناقص جذر 29 على 2. عايز اقرب لاقرب جزء من 10 او لاقرب رقم عشري واحد. طلعت الاله الحلوه بتاعتي الجميله اهي، ركز معايا. الاله دي واخده امر تقريبي انها تقرب لاقرب جزء من 10. تمام كده؟ شيفت مود 6 1. فانا جيت رحت عامل هنا صاحبي ايه؟ شرطه كسر 3 ماشي زائد كام يا صديقي؟ جذر التربيعي 29 انزل تحت على 2 ورحت عامل تساوي ورحت دايس على الاس دي ادتني كام يا صديقي؟ ادتني 4.2. تمام؟ هنا تقريبا دي هتديني كام؟ طلعت الاله الجميله بتاعتي اهي، وهنا ابدا من اول وجديد. الاله واخده امر التقريب، عملت شرطه كسر عملت شرطه كسر اهي، واقول لك هنا 3 ناقص 3 ناقص كام؟
الجذر التربيعي لل 29 انزل تحت على كام يا صاحبي؟ على 2 ورحت عامل تساوي ورحت دايس على الاس دي طلعت سالب 1.2. اذا مجموعه الحل بتساوي كام يا صديقي؟ مجموعه الحل بتساوي 4.2 وسالب 1.2. ماشي يا صاحبي، في اي مشكله؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي يا صاحبي انا هنا هعمل ايه؟ انا هحل باستخدام القانون العام. طبعا هحل باستخدام القانون العام. وعشان احل باستخدام القانون العام هعمل كام يا صديقي؟ هعمل ايه؟ عشان احل باستخدام القانون العام يبقى لازم المعادله دي تكون على الصوره العامه. تمام. عايز اخلي المعادله على الصوره العامه. عشان اخلي المعادله دي على الصوره العامه يبقى احطها في ابسط صوره بمجرد النظر اطلع الف واطلع باء واطلع ايه؟ ج. عشان اطلع الف واطلع باء واطلع ج اعمل ايه؟ لازم اخلي المعادله دي على الصوره العامه. ايوه. اللي انا بقسم عليه اضرب فيه. طب يا مستر هنا بقسم على س يبقى اضرب في س. طب هنا بقسم على س تربيع يبقى اضرب في س تربيع. يا مستر ما انت عندك نفس النوع س وس تربيع. س وس تربيع، انت عندك مجهول واحد. ازاي؟ ده هنا س وهنا س تربيع. ما يا مستر هنا س بس هنا بقيت س اس 2. واحده صغيره وواحده كبيره. اول ما اجي اضرب في مين؟ اضرب في الكبيره لان الكبيره هتمشي الصغيره. يبقى اضرب في مين يا صاحبي؟ هنا اضرب في الس تربيع. هنا اضرب في الس تربيع يا صديقي. اضرب في الس تربيع. اضرب في الس تربيع. س تربيع ضربت الواحد تبقى كام يا صاحبي؟ تبقى س تربيع. وهنا ركز معايا. ركز معايا بقى. هنا الس تربيع دي هشيلها. حلو. شلتها عشان الس تربيع افكها تبقى س في س. ليه فكيتها؟ خلي بالك يا صاحبي عشان السين تضيع مع السين. اضرب 2 في س تبقى بكام يا صاحبي؟ 2 س. حلو جدا. الس تربيع تضيع مع الس تربيع تديني 5. ادخل الخمسه من جوه اصبحت س تربيع زائد 2 س ناقص 5 بتساوي كام؟ صفر. انا كده حطيت المعادله في ابسط صوره. ازاي؟ بمجرد النظر هعرف اطلع الف اللي هو معامل س تربيع، اعرف اطلع الباء اللي هو معامل س، اعرف اطلع الجيم اللي هو الحد المطلق، واحل باستخدام القانون العام اللي هو سالب باء موجب او سالب الجذر التربيع باء تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. واكمل الحل يا صديقي. يلا بينا. تعرف تكمل؟ اكيد طبعا تعرف تكمل. ماشي. هنا بقول لك ايه بقى؟ الله. طبعا دي نسبه هتساوي نسبه. تمام كده؟ المعادله اللي قدامي عشان احل باستخدام القانون العام عايز احط المعادله في ابسط صوره بمجرد النظر اعرف اطلع الف واطلع باء واطلع ج. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ حاصل ضرب الطرفين هتساوي حاصل ضرب الوسطين. عايز اخلي المعادله دي في ابسط صوره عشان اعرف اطلع الف واطلع باء واطلع ج. ركز معايا يا صاحبي. الاثنين دي هتضرب القوس، الاثنين دي ضربت القوس، ادي س تربيع زائد 5. ماشي. هتساوي حاصل ضرب الوسطين. اول ما ده يضرب الواحد ده يضرب الواحد يبقى ينزل زي ما هو 4 س زائد 1. ده يضرب الواحد يبقى ينزل زي ما هو. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. 2 دي فتوه تدخل تضرب كل اللي جوه. 2 في س تربيع تديني كام؟ 2 س تربيع. و2 تضرب الخمسه تديني كام؟ 10. هتساوي كام يا صاحبي؟ 4 س زائد كام؟ 1. 2 س تربيع تنزل اهي. دخل ال 4 س بعكس الاشاره يبقى سالب 4 س. وهنا موجب 10 دخل الموجب 1 بعكس الاشاره يبقى سالب 1. اصبحت دي 2 س تربيع ناقص 4 س موجب 10 وسالب 1 يبقى موجب 9. هتساوي كام؟ صفر. لو انت ركزت معايا هعرف اطلع الالف اللي هو معامل س تربيع، هعرف اطلع الباء اللي هو معامل س، هعرف اطلع الجيم اللي هو الحد المطلق. بعد ما طلعت الف وباء وجيم اقدر احل باستخدام القانون العام اللي هو سالب باء موجب او سالب الجذر التربيع باء تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. انا هنا اكمل الحل. اكمل ايه؟ الحل. يبقى انا كده هكمل الحل زي ما احنا متعودين. بس خلي بالك انا كده خلصت الحل الجبري. خلصت الحل الجبري. ازاي خلصت الحل الجبري؟ اللي بيتحلل احلله واللي ما يتحللش استخدم له القانون العام. وعرفت ازاي استخدم القانون العام. هدخل دلوقتي على مين يا صاحبي؟ هدخل على ثانيا. الله. ثانيا اللي هو الحل البياني. الحل البياني. انا عشان اتكلم عن الحل البياني يا صاحبي هعمل ايه؟ الحل البياني انا هديك معادله. معادله اهي. الف س تربيع زائد الباء س زائد الجيم هتساوي صفر. اديتك معادله. وبعد ما اديك معادله لازم اديك فتره. الفتره دي لها بدايه ولها نهايه. تمام كده. انا بديك معادله وبديك فتره لها بدايه ولها نهايه. فانا بقول لك ايه؟ عايزك تحل المعادله دي. يعني ايه تحلها؟ عايزك تحل المعادله دي حل بياني. يعني تجيب القيمتين بتاعت س بيانيا. اول حاجه لازم تعمل جدول. يبقى اول حاجه لازم اعمل ايه هنا؟ لازم اعمل جدول. انا هعمل جدول
ممكن الجدول ده اعمله باستخدام الاله الحاسبه وممكن اعمله يدوي. انا عندي هنا قيم س وعندي هنا قيم ص. يبقى اول ما اديك معادله واديك فتره زي كده اعمل ايه؟ لازم اكون جدول، وبعد ما اكون جدول لازم نرسم الجدول. الله، اول ما اجي ارسم الجدول المعادله دي معادله تربيعيه. حلو، فالمعادله التربيعيه هتديني منحنى اما هيبص لفوق يا اما هيبص لتحت. امتى المنحنى ده يبص لفوق؟ لو المعامل ده كان اكبر من الصفر، يعني لو المعامل ده موجب يبقى المنحنى هيبص لفوق. تمام كده. اما لو المعامل ده كان سالب، يعني الالف دي كانت اصغر من الصفر كانت سالبه، يبقى المنحنى ده هيبص لتحت. يبقى معنى كده المعادله دي معادله تربيعيه، يبقى امثلها بمنحنى اما لفوق يا اما لتحت. حلو جدا. من ضمن الملاحظات اللي انا عايزك تلاحظها ايه يا صاحبي؟ انا هجيب لك شبكه بيانيه زي الشكل ده. ادي الشبكه البيانيه بتاعتي اهي. حلو. بعد ما جبت لك شبكه بيانيه قال لي انا جيت امثل الجدول. اول ما مثلت الجدول مثلته بمنحنى، لمست محور السينات عند السالب 3 والخمسة. تمام كده؟ انا اول ما اجي اقول لك حل المعادله دي يبقى انا عايز قيم س. عايز قيم مين؟ عايز قيم س. النقط اللي انت هتلمس فيها محور السينات، النقط اللي انت هتقطع فيها محور السينات، النقط دي تمثل قيم س. يبقى انت كده حليت المعادله. يبقى النقط دي تمثل مجموعه الحل. مجموعه الحل عندي كام هنا صاحبي؟ سالب 3 و5. حلو خالص. طيب ماشي، هكمل. لو انا جبت لك شبكه بيانيه اهي بالشكل ده، وبعد ما جبت لك الشبكه البيانيه جيت رحت رسمت لك المنحنى بتاعك اهو يا صديقي، وطلع المنحنى اخذ الشكل ده اهو. انا لمست محور السينات عند الاربعه، يبقى انت لمست محور السينات في نقطه واحده، يبقى معنى كده س لها قيمه واحده. س لها قيمه واحده، يبقى مجموعه الحل بتساوي كام يا صاحبي؟ 4. حلو. طب لو انا جبت لك شبكه بيانيه بالشكل ده اهو، والمنحنى رسمته كده او رسمته كده ما لمس محور السينات خالص، يبقى انا ما عنديش قيم لس. يبقى مجموعه الحل بتساوي كام يا صديقي؟ مجموعه الحل بتساوي فاي. مجموعه الحل بتساوي ايه؟ فاي. في ملاحظه جامده جدا جدا جدا. الملاحظه دي بتقول ايه يا صاحبي؟ الملاحظه دي انا بقول لك هنا ايه؟ انا جبت لك شبكه بيانيه كده اهو، وبعد ما جبت لك الشبكه البيانيه دي المنحنى بتاعي كان كده. ماشي. المنحنى ده بتاع الداله التربيعيه اللي هي صورتها العامه كام يا صاحبي؟ الف س تربيع زائد الباء س زائد الجيم هتساوي كام؟ 0. تمام كده. لو انت ركزت معايا بقول لك ايه؟ الف ده معامل السين تربيع، باء ده معامل السين، جيم ده الحد المطلق بس ليه اسم دلع. اسم الدلع بتاعه ايه؟ قال لي اسم الدلع بتاعه طول الجزء المقطوع. طول الجزء المقطوع من محور الصادات، من محور الصادات. بص يا صاحبي، معنى ان المنحنى ده يبص لفوق يبقى المعامل ده كان موجب. يعني كان موجب، يعني الالف دي كانت اكبر من الصفر. اول ما جيت احسب المسافه بين راس المنحنى ومحور السينات لقيت الجزء المقطوع من الصادات ده جزء سالب. ومين اللي بيمثل الجزء المقطوع من الصادات؟ جيم. يبقى الجزء المقطوع من الصادات سالب، يبقى معنى كده يا صاحبي جيم دي اصغر من الصفر. جيم دي اصغر من الصفر. في حته ثانيه. طيب انا جيت عملت ايه؟ رسمت لك شبكه بيانيه ثانيه اهي. بعد ما رسمت الشبكه البيانيه المنحنى بتاعي كان كده. ماشي. المنحنى بتاعي كان كده. ده منحنى. ادي المعادله بتاعته في الصوره العامه الف س تربيع زائد الباء س زائد الجيم بتساوي كام يا صاحبي؟ بتساوي 0. تمام جدا. ركز معايا. المنحنى بص لتحت، يبقى اكيد الالف دي كانت سالبه يعني اصغر من الصفر. جيت احسب المسافه بين الراس وبين محور السينات لقيت الجزء المقطوع من الصادات ده جزء موجب. يعني ده الجزء المقطوع من الصادات جزء موجب، يعني الجيم ده اكبر من الصفر. الخواص دي خواص مهمه جدا 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 عشان هتيجي فين؟ هتيجي في الامتحان. تمام كده؟ طيب ماشي. جبت لك سؤال اهو. السؤال يا صاحبي ركز معايا بالله عليك. انا هنا قلت لك حل المعادله دي بيانيا. عشان احل المعادله دي بيانيا يا صاحبي انا هعمل ايه بقى؟ اول حاجه اكون جدول. اكون جدول. الجدول ده القيم س والقيم ص. تمام كده. الفتره دي تمثل قيم س. ابدا من سالب 2. اخري كام يا صاحبي؟ ركز معايا الله ينور عليك يا اخي. اخرك كام؟ 4. دي البدايه ودي النهايه. ابدا من سالب 2 وبعد كده سالب 1 وبعد كده 0 وبعد كده 1 وبعد كده 2 وبعد كده 3. ماشي. انا هنا الفتره دي تمثل قيم س. ابدا اعوض هنا عشان اديك قيم ص.
اول ما اعوض هنا، عوض عن س بسالب 2 وعوض عن س بسالب 2 هتديني كام يا صاحبي؟ هتديني 4. عوض عن س بسالب 1 وعوض عن س بسالب 1 هتديني سالب 1. عوض عن س بصفر هتديني كام؟ سالب 4. عوض عن س بواحد هتديني سالب 5. عوض عن س ب2 هتديني سالب 4. سالب ايه 4. عوض عن س ب3 هتديني سالب 1. عوض عن س ب4 هتديني كام يا صاحبي؟ 4. وممكن الجدول ده هو خدناه في ثالثه اعدادي نعمله بالاله الحاسبه، تمام كده؟ يبقى انا بديك معادله وفتره، اروح انا اعملها ايه يا صاحبي؟ اعمل لها جدول، الجدول ده امثله بيانين، تمام كده؟ جيت انا عملت هنا، ركز معايا الله ينور عليك يا صاحبي كده، انا عملت لك هنا ايه؟ ادي خط محور سينات، وهنا ايه يا صاحبي؟ محور صادات. محور ايه؟ صادات. ادي محور السينات اللي هو س شرطه، وادي محور الصادات اللي هو صاد شرطه. تمام يا صاحبي؟ انا عندي هنا 1 2 3 4 ماشي؟ في عندي هنا كام؟ سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. هنا ركز معايا 1 2 3 4 5 6 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6. السين بكام؟ السين بسالب 2 والصاد ب4. السين بسالب 2 والصاد بكام؟ ب4. السين بسالب 1 والصاد بكام؟ بسالب 1. السين بصفر والصاد بكام؟ بسالب 4 اهي. السين ب1 والصاد بكام؟ بسالب 5. السين ب2 والصاد بسالب 4. تمام كده؟ السين ب3 والصاد بسالب 1. السين ب4 والصاد بكام يا صاحبي؟ الصاد ب4. تمام كده؟ طيب ماشي. انا هعمل ايه بقى؟ هاجي اوصل النقاط دي اهي. اوصل النقاط دي. وصلت النقاط دي. وصلت النقاط دي. انا حسبت النقاط اللي انا قطعت فيها محور مين؟ السينات. قطعت السينات عند مين هنا؟ سالب 1 و2 قطعت السينات هنا عند 3 والنقطتين يبقى 3 و2 يبقى مجموعة الحل بتساوي كام؟ سالب 1 و2 و3 و2. تمام كده؟ طيب ماشي. ادخل على ايه؟ السؤال الاخير. انا مديك هنا ايه؟ مديك معادله، فانا عايز اعمل جدول. عايز اعمل ايه يا صاحبي؟ عايز اعمل جدول. الجدول ده مكون من قيم س ومكون من قيم ص. هبدا من سالب 3 وهنا سالب 2 وهنا سالب 1 وهنا صفر و1 و2 و3. ماشي. عوض عن س بسالب 3 تربيع تبقى كام؟ 9 9 و3 كام؟ 12. عوض عن س بسالب 2 اربعها تبقى 4 و3 تبقى كام؟ 7. سالب 1 تربيع تبقى كام؟ 4. صفر تبقى كام؟ 3. عوض عن س ب1 تبقى كام؟ 4. عوض عن س ب2 تبقى كام؟ 7. 3 تربيع تبقى كام؟ 12. تمام كده صح؟ جيت رحت عامل شبكه بيانيه اهي. بعد ما عملت الشبكه البيانيه اهي اهي ماشي. هنا س شرطه، وهنا صاد شرطه. تمام كده؟ 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 وهنا سالب 1 سالب 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا عندي هنا ايه؟ ركز يا صاحبي كده، ركز يا صاحبي الله يبارك لك. السين بسالب 3 الصاد ب 12. السين بسالب 3 والصاد ب 12. السين بسالب 2 والصاد ب7. السين بسالب 1 والصاد ب4. السين بصفر والصاد ب3. السين ب1 والصاد ب4. السين ب2 والصاد ب7. السين ب3 والصاد ب12. فانا جيت يا صديقي هنا ورحت عملت ايه بقى؟ رحت موصل النقاط اهي 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 اهي. فانا عشان اجيب مجموعه الحل عايز المس محور السينات، ما لمستش محور السينات يبقى مجموعه الحل بتساوي ايه؟ بتساوي فاي. هتتواصل الحمد لله كده احنا فرمنا الدرس الاول. هتتواصل مع الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشه او هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. تمام؟ هتتواصل معايا يديك الملزمه بتاعت الحصه، وممكن تدخل المنصه بتاعتنا. الملزمه جزء شرح وجزء حل. الجزء بتاع الشرح هتلاقيه على اليوتيوب، وجزء الحل هتلاقيه على المنصه. لو انت استفدت من الفيديو لايك وكومنت ودعم للقناه وشير للفيديو يوصل لكل الناس. اشوفكم على خير، مع السلامه.